مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية كيف حصل على أول لقب أفريقي؟ احنا عارفين انه مازيمبي والزمالك مشاركة هم اكتر ناديين بعد الاهلي حصولا على دوري ابطال افريقيا ب5 القاب لكل منهم. انما مازيمبي ده اول بطولة خدها ازاي؟ كنا سنة 67، وخليني اقول لك انه وقتها لا كان هو مازيمبي ولا كانت هي الكونغو الديمقراطية. الدولة كان اسمها زئير، يحكمها رجل اسمه موبوتو سيسيكو، والراجل ده مجنون لاسع وله مع كرة القدم حكايات وحكايات فكرنا بأحكيها لك. النادي ما كانش اسمه مازيمبي، كان اسمه الأنجلبير. الأنجلبير بطل زئير. احنا في سنة 67. هذا الأنجلبير وصل إلى النهائي ومعاه نادي كوتوكو. فالسنة دي كان أول مرة نادي مصري يشارك في البطولة. لا، ما كانش الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي، كان النادي الأولمبي. لكن عشان ظروف 67 و5 يونيو الأولمبي ما اتغلبش. الأولمبي بس انسحب من ربع النهائي، يعني ما خسرش من نادي معين، لا هو خلاص انسحب بعد الحرب. وفضلت الأندية تتصفى لحد لما وصلنا للنهائي. الأنجلبير قصاد كوتوكو، فريقان من عائلة الرهيب. كان نجيب المسكاوي يكتب كده: كوتوكو الرهيب، انيجو رينجرز الرهيب، الانجلبير الرهيب، جرين بابلز الرهيب. لان الانديه دي كانت قويه جدا، لياقه بدنيه عاليه، مهارات، وكمان هم دول قوام منتخباتهم. يعني كوتوكو ده هو منتخب غانا او اغلبه، انيجو رينجرز ده هو منتخب نيجيريا، وهكذا. فكان نهائي قوي جدا، وماتش الذهاب هيتلعب في كوتوكو في غانا، وفعلا اتلعب وانتهى 1-1. هنا نقف علشان الماما افريكا ليها حضرتك عارف حكايات وحكايات. الماما افريكا وقتها ما كانش عندها قواعد لكسر التعادل، يعني مش القواعد مختلفة عن النهاردة، لا ما كانش عندها قواعد. يعني ايه؟ احنا بنلعب رايح جاي، انت مثلا كسبتني 1-0، انا كسبتك 2-1، مين كده اللي يصعد؟ لا، مفيش قاعدة. ساعتها بقى حسب ما يقرروا، الحكم يقرر، الاتحاد الافريقي يقرر، على حسب ما يقرروا، كل ماتش بماتش. فبالتالي كوتوكو تعادل على ارضه 1-1 هناك بقى في زئير اللي هي بقت الكونغو الديمقراطية. لازم فريق يكسب عشان ياخد البطولة. اللي حصل ان كوتوكو رغم انه تعادل على ارضه اتقدم 2-1 لحد الوقت بدل الضعف بلس 90. فكده كوتوكو البطل. هرج ومرج وجماهير ودي الكركه ما اتجددتش، وبعدين ايه؟ استطاعوا بصعوبه السيطره على الموقف، ولكن الحكم الاستاذ الحكم احتسب بينالتي، ضربه جزاء لنادي مازيمبي. فنادي مازيمبي سجل من هذه الضربه هدف التعادل، وبقت 2-2. كده بقى مين البطل؟ الحكم جمع الفرقتين في نص الملعب. كان اقول لك ده حصل بجد، يا مش يعني مش ترول. جمع الفرقتين. يا جماعه نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناك 1-1 وهنا 2-2، نعمل ايه؟ بص، احنا نلعب اكسترا تايم. مفيش في بطولات افريقيا اكسترا تايم، وفي حدود علم ان دي المره الوحيده اللي اتعمل فيها اكسترا تايم في دوري ابطال افريقيا. قال لهم نلعب اكسترا 30 دقيقه كمان. لعبوا اكسترا تايم، برضه انتهى بالتعادل 2-2. راح مجمعهم تاني: يا جماعه نعمل ايه بقى في الليله دي؟ بصوا احنا نعمل توس، بجد نعمل توس، قرعه، والتوس ده اللي يكسبه يبقى هو البطل. يعني الانجلبير كسب بالتوس، لا ليش اتقل. فقالوا له ماشي نعمل التوس، طلع البريزه. قال لهم لا مش النهارده، بكره تيجوا الفندق نعمل التوس واللي يكسبه يبقى البطل. قالوا له ماشي. ويعني ده روح وده روح، والحكم روح وسلم تقريره للكاف. فالكاف قال لك لا مفيش اسمها كده، ايه الكلام ده؟ مفيش. يعني ايه توس؟ يعني ايه البطل يبقى بطل بالتوس؟ احنا نعمل ماتش فاصل بعد 48 ساعة بين الفرقتين او 72 ساعة. قعدوا يتنادوا حددوا ميعاد للماتش الفاصل. يلا بقى بلغوا الفرقتين
يجهزوا عشان عندهم ماتش فاصل. الاتحاد الافريقي ما بلغش الفريقين، لكن بلغ اتحاد الكوره في زئير واتحاد الكوره في غانا، قال لهم يا جماعه احنا عندنا ماتش فاصل بين الانجلبير وكوتوكو كمان كام يوم. تمام. اتحاد زئير طبعا بلغ مازيمبي او الانجلبير. اتحاد غانا قال لك ايه ده، الفرقه دي هتلعب كمان يومين ولا كمان 3 ماتش فاصل تاني؟ لا، ده المنتخب عنده ماتش مهم، احنا مش هنقول له حاجه، هنسيبهم يروحوا غانا بكره عشان نشوف مصالح. فعلا راح غانا تاني يوم، راح فريق كوتوكو تاني يوم الفندق المقرر فيه انه يتعمل القرعه حسب ما عرفوا من الحكم. ما لقوش حد، ما لقوش الحكم، ما لقوش فرقه الانجلبير ولا ممثل عنها ولا ممثل عن الكاف، مش حد يكلمهم خالص، فيش طبعا موبايلات ولا بتاع، فما فهموش ايه اللي حصل. وقال لك لازم نلحق نسافر غانا علشان خاطر ارتباطاتنا مع المنتخب. وفعلا سافر. بعديها جه ميعاد الماتش الفاصل، مازيمبي راح الملعب ما لقاش فريق كوتوكو، فقال لك بس كده يبقى كوتوكو انسحب، واعلن الانجلبير بطلا لدوري ابطال افريقيا.